يا صباح الورد والفل والياسمين على اجمل متابعين في الدنيا. عملت معاكم كحك الدايب، وعملت معاكم البيتو فور، وعملت معاكم الغريبه، وعملت معاكم السابليه، وعملت معاكم بسكوت اللانكشاير. النهارده يا ست الكل عاملاها من معاكي كحك الزبده. كحك الزبده على البارد بطريقه سهله وبسيطه جدا، وهنحشيه عجوه ونحشيه ملبن بمنتهى السهوله. اللي ما دقش كحك الزبده ده فايته كتير فعلا. بس في بدايه الفيديو كده هوريكي بعض الفيديوهات اللي احنا عملناها على القناه، وهسيب لكم اللينكات كلها في صندوق الوصف. اللي مش عارف صندوق الوصف فين يا جماعه، هتضغطش على العنوان مره هيظهر لي كلمه المزيد، هو ده صندوق الوصف. بس قبل ما نبدا الفيديو لازم نعمل ايه؟ لازم نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل خلق اجمعين. السلام عليكم محترمي اليوتيوب، لايك وشير وسبسكرايب للقناه مميزه. اتمنى تحطوا لايك للفيديو، واللي ما اشتركش يشترك في القناه وادفع على زر الجرس علشان كل ما انزل فيديو يوصلك اشعار بيه. واتمنى انتشار الفيديو ده بين اصدقائكم علشان تعم الفائده للجميع. وكلمتين يا ست الكل بقولهم في بدايه كل فيديو، الوصفه علشان تضمني ان هي تنجح معاكي بفضل الله يبقى لازم تشوفي الفيديو من البدايه للنهايه، علشان في تكات وتفاصيل احنا بنقولها جوه الفيديو طبعا يا ست الكل مش هنقدر نكتبها في صندوق الوصف. يلا بينا. مبدئيا كده معانا كيلو من الدقيق مخصص للمخبوزات ايا كان نوع الاسم، ومعايا نص كيلو من الزبده البلدي، زبده بدرجه حراره المطبخ، وهبدا هبسها في الدقيق كويس قوي. لو ما عندكيش عجان يبقى هتبسي على ايدك كويس قوي. نجاح يا جماعه الكحك ان انت تبسيه كويس بالسمنه. في الوقت ده انا معايا كوبايه من الحليب، ومعايا ربع كوبايه من السكر، والسكر ده اختياري، حابه تقللي تزودي براحتك خالص يا ست الكل. طبعا الكوبايه من الحليب دي انا مدفياها، وهرجع تاني احط حوالي ربع كوبايه تاني، يبقى المجمل الحليب اللي احنا حطيناه كله كوبايه وربع بيعادل 250 جرام من الحليب الدافي. ومعانا ربع كوبايه من السكر، ومعانا معلقه صغيره من الخميره، وابدا ادوب الكلام ده كله مع بعض. في الوقت ده العجان شغال علشان ابس الكحك كويس قوي. طيب حد هيقول لي انا عايزه كحك دايب، انا عملت معاكم برضو قبل كده اللي لسه من اسبوع كده الكحك الدايب. طيب لو انت عايزه دايب تعملي ايه؟ هقول لك كل التفاصيل بتاع الكحك يا ست الكل. مبدئيا كده لازم ادوب الخميره كويس قوي. انا بقول لك يا ست الكل، لو وصلت المقطع ده يا ريت تحطي لايك، ولو ما اشتركتيش هكون سعيده جدا باشتراكك، وهكون اسعد لو بعتيلي اي كومنت ان شاء الله يكون وجه مبتسم، هيبقى كده من ايدك زي العسل وزي السكر. وحابه اشكركم كده من الارض لحد السماء على الدعوات والكومنتات الحلوه اللي بتفتح نفسي للشغل. ربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي، اجمل واغلى اخوات في الدنيا كلها. شايفين؟ نرجع الفيديو بتاعنا، بسيته اكنه رمل مبلول بالظبط، تاني تبسي فيه كده زي ما يكون رمل مبلول. بعد كده بنزل بالحليب مع الخميرة مع السكر. خلي بالك اول ما تنزلي بالحليب مش عايزين عجن كتير، يا دوبك تلمي العجينة وتطفي العجان عشان ما تعمليش للعجينة عرق. احنا في الاول بنبسها، لكن اول ما تنزلي بالسوائل سواء مية او حليب، ممكن تعملي بمية ما فيش مشكلة خالص يا جماعة. بس يا ست الكل، لو انت هتعملي 5 كيلو هتعملي كمية كبيرة، بلاش تعمليها بالسمنة، يعني ايه قصدي بالزبدة. سيحي الزبدة ودحيها، يعني حوليها لسمنة، واعمليها بميه، لان طبعا اللبن يا جماعه لما تيجي تعجني القرص بلبن يعني بيبقى عمرها قصير، ما بتقعدش كتير. لما بتقعد كتير بيبقى الكحكه كده ايه، بتعمل ريحه. لكن لو الميه تقعد معاكي ما يجرالهاش اي حاجه خالص. لو كيلو ولا 2 مفيش اي مشكله، لكن لو تعملي كميه كبيره يبقى افضل تعمليها بالميه مش بالحليب. معايا ملبن، معايا 400 جرام من الملبن، عليهم 100 جرام من الجمل، عين الجمل مجروش طبعا، وبدأت حطيت 3 معالق من السمنة وعجنتهم مع بعض كده. انا قلت جمل مولش معلش، كل سنة وحضراتكم طيبين بقى الصيام عامل عمايل. شايفين؟ ببدأ ايه اكوره على حسب حجم الكرة اللي انت عايزاها، حابة ملبن كتير او عويل زي ما انت حابة يا ست الكل. معايا 400 جرام من العجوة، عليهم 3 معالق من السمسم، وعليهم 3 معالق برضو من السمنة، وابدا اعجنها كويس قوي. يفضل ان انت تجيبي عجوة يكون طرية مش عجوة ناشفة، يعني هاتي نوع عجوة يكون انت عارفاه تثقي فيه، يعني ان طبعا العجوة فيه عجوة يا جماعة بتبقى ناشفة مش حلوة خالص. ببدا اكورهم كلهم علشان يسهل عليا. وزي ما انتم شايفين بعد ما كورت اهو العجينه، طبعا سبتها ترتاح بس حوالي ربع ساعه، ما تسيبهاش تتخمر ولا اي حاجه، ربع ساعه ترتاح، وبعد كده تبداي تعملي تكوري. بقى اهم حاجه تقفلي كويس قوي. هوريكي بعض النقشات بقى كتير واشكال، وعيشي بقى مع النقشات. لو انت مش بتعرفي تنقشي خالص هتشوفي النقشات دلوقتي بتعرفيها. في الوقت ده حابه اعمل شويه حبشتكنات كده، جبت بتاعه الشوكولاته اللي هي السيليكون دي بتعمل اشكال، فضغطت يعني كذا شكل كده علشان احطه على وش القرصه من فوق، وهوريكي ازاي دلوقتي. شايفين؟ حاجات صغيره كده.
طبعا الصورة خير دليل. في سياق بقى الفيديو هحكي لك يعني ايه. حابة تعملي كحك دايب بتعملي ايه، كل حاجة هقولها لك في سياق الفيديو. على العموم لو انا نسيت اقول اي حاجة يعني بعتيلي كومنت وانا بجاوب على كل الكومنتات. طبعا مش هشرح بقى، الصورة خير دليل. بجيب الصاغ بتاع الشيش طاووق كده واغرزه فيها وبعد كده بنقشه عادي. طبعا معايا صاج مش مدهون اي حاجة خالص وابدا ارص فيها، بس اهم حاجه تسيبي مسافه من الواحده والواحده، ما تكتريش الخميره، معلقه صغيره. وبعد النقش هتسيبيه بس حوالي ساعه يخمر، وما تسيبوش اكتر من كده علشان النقشه ما تروحش معاكي. لو انت حسيتي ان هو خمر، يعني مثلا عملتي صاجه ولا 2 كده، ابداي اخبزي على طول وانت شغاله، هتلاقيه خمر معاكي على حسب الجو عندك عامل ايه. طيب الكحك ده بينخبز على درجة حرارة كام؟ بيتخبز على درجة حرارة الكحك يا جماعة المحشي سواء ملبن أو عجوة مش بياخد سوا زي الكحك السادة. الكحك السادة بياخد سوا أكتر لأن الحشوة طبعا بتبقى واخدة حيز فيه فبتسخن، فالرقان بتاع العجين بتبقى رقيقة فبتستوي بسرعة. الكحك ده أخد معايا بالظبط في الفرن 25 دقيقة، لكن لو كحك سادة هياخد معاكي 35 دقيقة. درجة حرارة 180، يعني أقل من الوسط شوية، مش هادي قوي ومش عالية قوي، لان لو هادي قوي الحشوه من جوه هتنشف منك، يعني سواء عجوه او ملبن هتنشف. يعني درجه حراره 180، يعني اقل من الوسط شويه. وترفعي الشبكه طبعا لفوق علشان القعريه ما تحمرش، ولو حسيتي ان القعريه احمرت والوش ما احمرش هتنزلي الشبكه لتحت وتقيدي الشوايه على الهادي خالص. اهم حاجه يعني هي على الهادي عشان يستوي معاكي كويس، ما يبقاش عجين من جوه. طيب حابة تعملي كحك بقى ناعم تعملي ايه؟ لو انت يا ست الكل حابة تعملي كحك ناعم، هتعملي للكيلو دقيق 550 جرام سمنة مش زبدة، لان كلنا عارفين ان الزبدة مش بتنعم زي السمنة، بس انا حبيت طبعا الزبدة البلدي لها ريحة جميلة جدا، علشان كده تلاحظوا انا ما حطيتش ريحة كحك وما حطيتش بهارات كحك خالص، علشان طبعا السمنة البلدي بتبقى ريحتها حلوة. لو انت حابة تحطي بهارات كحك هتحطي معلقة كبيرة للكيلو. حابة تحطي سمسم برضو في قلب العجينة هتحطي معلقتين سمسم للكيلو من الدقيق. طيب انا قلتلك لو انت عايزاه دايب خالص ناعم هات 550 جرام من السمنة، هتسيحيها، بلاش تدحيها قوي، لان ما بتدحيها بتخلي كده لما تاكلي الكحكايه كده بتلاقي في حمو كده وايه، وتلاقي الواحد تعبان يعني لما باكل الكحكه. لا انت يا دوبك تسيحيها بس وتبسيها الاول، وبعد كده تنزلي بكوبايه واحده من اللبن او الميه. لو هتعملي كميه كبيره يفضل ان انت تحطي ميه ما تحطيش حليب. ده انا قلت الكحك الناعم 550 جرام سمنه، كوبايه حليب او كوبايه ميه، مفيش اي اكتر من كده. ده الكحك الناعم الدايب. كحك خشن ده يعتبر يا جماعه كحك خشن مش ناعم، لان 500 جرام زبده، ده الزبده طبعا بتبقى فيها سوائل مش كلها صافيه، فيعتبر الكحك ايه مش ناعم خشن، عشان نكون ايه متفقين يعني. وطبعا انا لسه منزله لكم كحك الناعم برضو، وهسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف لو انت حابين تعرفوا كل التفاصيل. حبيت اعمل ورقه الشجر شكلها تحفه الصراحه، شايفين انا بعمل ازاي؟ ويا رب ما اكونش نسيت اي حاجه. وعايزه اقول لكم يعني السكر ده يا جماعه اختياري حسب الرغبه، تقللي زودي مفيش مشكله. انا ما حطيتش ملح، المفروض تحطي رشه ملح، بس انا ما حطيتش ملح لان الزبده اصلا فيها ملح، علشان كده انا ما حطيتش. لكن لو مش الزبده عندك مش مملحه هتحطي رشه بسيطه كده بين صوابعك. وما حطيتش بيكنج باودر ليه؟ علشان الكحكه يا جماعه تبقى مفرغه كده وهشه من جوه، لان البيكنج باودر ده فايدته ان هو بيعمل تناسق بين العجينه، فبيخلي الفراغات بين العجينه صغيره. انا الكحك الدايب بصراحه بعمله ببيكنج باودر بس، مش بعمله بخميره خالص، وهوريكي برضو اللينك هسيبهولك لو انت حابه تعملي الكحك الدايب خالص بتاع المحلات اللي احنا بنشتريه وعارفين. شايفين ده في الفرن اهو لسه ما احمرش. وبعد ما خلصت الكمية ما شاء الله تحفة وخفيفة وهشة وجميلة جدا. يا رب الفيديو يعجبكم، ولو عايزة اي استفسار ابعتيلي وانا بجاوب على كل الكومنتات. كل سنة وحضراتكم طيبين جميعا، ويعود عليكم الايام كلها بخير وسعادة يا رب. واسيبكم في رعاية الله وامانه، انتظروني ان شاء الله في فيديو جديد، والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.